ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهاردة كشري اصفر بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم مميز قوي. تابع معايا الفيديو للاخر. يلا نقول بسم الله ونشوف هنعمله ازاي. معايا كوبايتين من الرز وكوباية مش مليانة من العدس. وزن العدس 250 جرام. هنسيب العدس على جنب، ونزلت بالرز في الطبق واغسله بشكل كويس. والخطوة دي علشان العدس يفضل سليم كده معايا وما يتهريش ويدوب في الرز. في حلة كده على النار حطيت شوية من الزيت، وهنزل بمعلقة كبيرة من الملح البهارات. وفي الوقت ده لازم يكون جنبك المية علشان البهارات ما تتحرقش معاكي. بقلب البهارات تقليبة خفيفة وبنزل بالمية على طول. والبهارات يا حبايبي كمون وكزبرة وشطة، بقلبهم على الملح وبحطه في برطمان واستعمله. على ما مية الرز تغلي هحط العدس على الرز وبغسله بشكل بسيط عشان الرز ما يتهريش معايا. بحطه في مصفى يصفى ميته، واول ما المية تغلي بنزل بيه على طول. هقلبه واظبط المية بتاعته، وبعد كده هسيبه يستوي. انا بحب الرز يكون مفلفل وما بحبوش مستوي ولا معجن خالص. اول ما شرب المية زي ما انت شايفين هديت عليه وسبته يكمل سواه. على ما الرز يستوي هنجهز بقية الاكل. حطيت بيض يتسلق، وجبت بطاطس هقشرها واقطعها واجهزها على التحمير. طبعا مفيش احسن من الاكلات البسيطة، ومش هنطبخ كل يوم لحوم، لازم يوم في الاسبوع نغير ونعمل أكلة اقتصادية أو أكلة بسيطة زي اللي احنا بنعملها دي. وبجد ممكن بخطوات بسيطة جدا الأكلة تختلف وتبقى في حتة تانية خالص. تعالوا بقى نرجع للوصفة ونشوف عملنا ايه. قطعت البطاطس وكانت جهزت معاي، هغسلها واغطيها بشوية مية وهسيبها كده على جنب. في الوقت ده كان الرز استوى زي ما انت شايفين كده مفلفل، وما فيش واحدة ماسكة في التانية. بجد شوية كشري قمر. طبعا في الوقت ده كان استوى وطفيت عليه. هوارب الغطا زي ما انت شايفين علشان يفضل مفلفل معي. وهنا كنت بقول لكم ان البيض خلاص استوى. طفيت عليه وقلت اقشر بتنجانتين كده واقطعهم علشان احمرهم جنب الكشري. لو وصلت معايا لحد هنا يا حبيبة قلبي، ياريت ما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت حلو من ايديك الحلوة. طبعا قطعت البتنجان زي ما انت شايفين، وبعد كده هرش عليه شوية من الملح واقلبه واسيبه كده في مصفى يصفى ميته. طبعا في الاول كده هحمر البطاطس في طاسة على النار، نزلت فيها بالزيت سخن بشكل كويس، وبعد كده نزلت عليه بالبطاطس. وانا واقفة بحمر البطاطس عملت شوية سلطة كده على السريع. البطاطس كانت اتحمرت وجهزت معايا زي ما انتم شايفين. هشيلها واحط بقية البطاطس تتحمر. وانا بحمر البطاطس قشرت البيض. طبعا البطاطس كانت اخدت لون واتحمرت معايا. هشيلها من الزيت، وبعد كده بغسل البتنجان من الملح اللي كنا حاطينه وبنزله في الزيت بالشكل ده عشان يتحمر. البتنجان بتحمر على نار عالية، وايديكي فيه باستمرار علشان ما يبقاش لونه غامق او يتحرق منه. زي ما انتم شايفين اخد لون حلو وهطلعه على طول. كمان حمرت البيض وارش عليهم شوية ملح ببهارات. بالنسبة للبتنجان ممكن تعصري عليه ليمون زي ما انا عملت، او تحطي له دقة، طبعا اللي يريحك. تعالوا بس اوريكم شكل الكشري عامل ازاي. شايفين بجد تحفة. العدس مش مهري زي ما انتم شايفينه كده، والرز مفلفل وطعمه بجد يجنن. أكلة النهاردة سهلة وسريعة واقتصادية 100%. وطبعا الكشري هو بطل الفيديو النهاردة. أكلنا وحمدنا ربنا، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. وبعد الأكل روقت عليهم بشوية عصير مانجا قمر. ولحد هنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا. بتمنى من كل قلبي انه يكون عجبكم ونال رضاكم. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو من ايديكم الحلو. ولو انت اول مرة تشوفيني يا حبيبة قلبي، طبعا يشرفني ويسعدني وجودك معي.